ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير يا رب. فيديو النهارده عن احدث تصميمات مطابخ رخام حديثه. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش تشتركوا لايك وسبسكرايب للفيديو وشير لكل اصحابكم عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس يستفيدوا منه. ولو عندكم اي سؤال اي استفسار يا ريت تكتبوا لي في التعليقات وهرد عليكم ان شاء الله. بقول لحبايب قلبي اللي لسه بيشوفوا القناه لاول مره ما تنسوش تفعلوا الجرس على تفعلوا الجرس وتتكوا على كلمه الكل عشان يوصلكم كل جديد ومفيد مننا ان شاء الله. ويلا بينا نخش على الفيديو. فيديو النهارده زي ما قلنا في اول الفيديو ان هو عن احدث المطابخ والتصميمات المطابخ الرخام الحديثه. زي ما انتم شايفين معايا كده، معايا هنا مطبخ كامل كله رخام. طبعا الرخام هو من المواد الطبيعيه اللي موجوده، وطبعا بيبقى مكلف بس بيبقى طبيعي وبيدي منظر وجميل واناقه وبيعيش مده طويله جدا معاكي. فمعنا هنا طبعا والوانه بتبقى متاحه كتير جدا. معايا هنا تصميم مطبخ رخام حديث زي ما انتم شايفين معايا كده بالوانه الجميله دي. اللون الرصاصي، طبعا المطبخ كله السطح العلوي رخام والسطح السفلي رخام وتحت الحوض رخام، كله رخام. وهيتقفل المطبخ دوت تقفيل ألمونتال. في الاخر هتشوفوا المطبخ معايا زي ما هو متركب كده من الاول للاخر. طبعا زي ما قلنا المطبخ دوت تصميم حديث. ممكن في مطابخ تصميم كلاسيكي زي ما انت عايزه، وهقولك النصايح اللي انت تراعيها وانت بتشتروا الرخام. طبعا الرخام اللي لازم تجيبيه الالوان المتناسبه مع الديكور بتاعك والمتناسب مع ميزانيه البيت بتاعتك. والرخام اللي انت هتنقيه لازم يكون رخام مقاوم للماء، رخام مقاوم للخدش. طبعا كلنا بنستخدم الرخام لان كل مطبخ فيه لازم رخامه. ان شاء الله يكون فيه الرخامه اللي عن كونتر للمطبخ لانها بتدي اناقه كده وجمال. والرخام طبعا سهل التنظيف بالميه والصابون، تنضفيه وسهل العنايه بيه، تقدري تعتني بيه بحاجات بسيطه جدا والصيانه بتاعته بسيطه. وبعد كده يدوبك تنضفيه بالميه والصابون يبقى جميل جدا ونضيف زي ما انتم شايفين معايا كده. ده المنظر النهائي للمطبخ بالوانه الجميله الشيك دي. في طبعا الوان كتيره للرخام، في الابيض، في البيج، في الاخضر، في الاحمر، في اللون النبيتي. في طبعا انواع للرخام، في رخام طبيعي وفي رخام صناعي وفي حجر طبيعي وفي حجر صناعي، فانت هتختاري طبعا اللي يمشي معاكي في البيت. لان الرخام بيدي مظهر كده واناقه وجمال وشياكه. وغير كده وكده هو تكلفته، يعني الرخام مش رخيص، تكلفته غاليه. ممكن تعملي بدل المطبخ كله تقفلي تحت الحوض رخام. فانا جايبه لك هنا بقى المطبخ زي ما انتم شفتوا معايا، وجايبه لكم بقى صور اشكال مطابخ برضو عشان تشوفي منها وتنقي اللي يناسب بيتك. في منها مطابخ مفتوحه، في منها المطبخ اللي انتم شفتوه معايا، وفي المطبخ مفتوح على الصاله، في منها بلون واحد، في بلونين، زي ما انت حابه تشوفي اللي هيمشي معاكي في ديكور بيتك. وما تنسونيش يا حبايب قلبي في الشير واللايك وسبسكرايب للفيديو وشير لكل اصحابكم. وقولوا لي انتوا بتتفرجوا علينا من انهي بلد، وايه احسن موديل او صوره للمطبخ الرخام اللي عجبتكم والالوان بتاعتها. ولو عندكم اي سؤال اي استفسار يا ريت تكتبوا لي في التعليقات وهرد عليكم ان شاء الله. واشوفكم على خير في فيديوهات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.